السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومقطع جديد من قناة علي كيما. طبعا يا جماعة اليوم سوينا تعديلات كبيرة على البيت، وأيضا يا جماعة سوينا المخزن، وأيضا سوينا أشياء كثيرة. طبعا يا جماعة أول حاجة هذا هو البيت يعني الجديد، أو ذا اللي ما شاف حلقة 11 وروح شوفها يعني اللي قبل هذه. أول شي يا جماعة ضفنا يعني تعرفون في المزرعة القديمة كانت كبيرة وكنا صعب اننا نحصدها ونزرعها، ولهذا السبب ضفنا مزرعة صغيرة، وحصلنا ايضا كتلنا زومبي، اعطانا جزر وسوينا. وايضا يا جماعة معنا كثير من القمح في البيت يعني نقدر نسوي منه. وايضا يا جماعة هناك تعرفون قصب السكر. طبعا يا جماعة سوينا المخزن وان شاء الله يعجبكم يعني. هذا هو يا جماعة. اول شي هنا بتكون هنا يعني الأفران، وأيضا هنا يا جماعة معنا الكرافتين تيبل، وهنا الكرافتين تيبل الخاص بالسيارات يعني مود السيارات. أول شي يا جماعة معنا هذا الصناديق. طبعا صناديق كتير وصلنا إلى هنا يعني لين هنا. وكما تشوفون يا جماعة يعني نحتاج إلى الصناديق لأن يعني معنا أغراض كثير ونحتاجهم، يعني أتوقع نص أو كامل حتى نحتاجهم. والآن يا جماعة الشيء المهم اللي كان سوف يعني يحرق بيتي كامل، يعني بس نجيت في اللحظة كسرت وبعدين بنيت البيت، وهو هذا يا جماعة. انتوا تسألوني يا جماعة هنا طبعا كسرت هذا كله، كسرته أول شي وسويت حجارة عشان ما يكون حريق أو أي حاجة. وبعدين سوينا يا جماعة، أخذت معي شوية من الوقت لكن الحمد لله سويناها. وأيضا يا جماعة معنا هذا المكان اللي يعرفه في الحلقات الأولى من كنت بسكت يا جماعة. الحلقات الأولى من السيرفر عرب كرافت بيعرف ما هو ايش هذا. وحصلنا يا جماعة منه الموارد، وإن شاء الله يا جماعة وصل هذا المقطع 15 لايك عشان يا جماعة نروح إلى بوابة النذر. شوفوا يا جماعة الذهب، شوفوا صرنا أغنياء يا جماعة والله يا جماعة. جمعت ذاك اللي حصلناه في ذوك المرة، يعني حصلناه في ذاك المنطقة، جمعته زايد هذه المنطقة يا جماعة حصلت مليئة بالذهب يعني، وزايد ذوك المنطقة. وأظن ذوك المنطقة مليئة بالذهب. اللي يتذكر ذوك الحلقات حوالي جمعنا 2 ستاكات من الذهب. وجمعت اليوم هنا أتوقع ستاك أو نص أو ستاكين، ما أنا متأكد بكم. وجمعتهم كامل وسوينا بلوكات من الذهب. وهاي يا جماعة السرير اللي يعرفونه. حتى يا جماعة ده يا جماعة نسينا أهم حاجة يا جماعة، اكتبوا لنا يلا 1 2 3، اكتبوا لنا ايش هذا. طبعا يا جماعة هذا أكيد خلاص عرفتوا. هذا يا جماعة مش يعني شوية سهل صناعته هذا. طبعا يا جماعة هذا الدروع حصلتها مع الزومبي، هذا مع سكيلتون. هذا أيضا دروع أنا صنعتها يعني ما حصلتها مع حد، صنعتها كامل جديدة يعني. إن شاء الله يوم بروح للنذر بسجلها معنا. طبعا هنا بنحط الدروع والأشياء الخاصة بها. وصلوا لمقطع 15 لايك عشان يا جماعة نروح إلى النذر. إذا أردتم أن نستمر في السلسلة لا تنسوا اللايك والاشتراك والقناة إذا ما كنت مشترك. ومع السلامة.